مو بس للصبر حدود كما غنت كوكب الشرق أم كلثوم. لا يا أخي، كل شيء له حدود. حدود ما بيصير نتجاوزها. للحرية حدود، للنقد حدود، للنصيحة حدود، للديمقراطية حدود وشروط. يعني مو كل واحد حر انه يكذب على شاشات التلفزيون ونجي نحن نبرر له هذا الكلام ونقول حقه يحكي شو ما بده، وكل واحد له الحق انه يحكي شو ما بده. مو هاي الحرية والديمقراطية يلي ضحينا بمليون شهيد حتى نحصل عليها؟ يعني هيك برأيك يا أخي الحرية والديمقراطية؟ يعني مليون شهيد وملايين المهجرين والنازحين حتى تطلع حضرتك وحضرته على قناة المشهد المعروفة بتوجهاتها وارتباطاتها، وقناة DW الألمانية المعروف توجهاتها أيضا. مليون شهيد حتى تكذب على كيفك وما حدا يقلك ستوب أنت تكذب، وتتهم أبطال التحرير على كيفك، وتحرض على الدولة وعلى الشعب على كيفك، وتردد على الملأ وعلى الشاشات كل الأكاذيب والأراجيف والإشاعات يلي أطلقها أعداء الثورة والوطن منذ اليوم الأول من التحرير؟ لا، وإذا حدا رد عليك وعلى غيرك بتصرخ بصوت عالي وتتهمه بأنه عم بيصادر حقك بالتعبير وحريتك بالكلام. يعني أنت من حقك تكذب وتتهم، بس الآخر مو من حقه يرد عليك ويتهمك؟ إذن مين عم بيصادر حرية مين يا فهمان؟ إذا لم تكن الخيانة أن تقول ما يقوله أعداء البلد وأعداء الثورة المعروفين بالاسم وبالتوجه، وإذا لم تكن الخيانة الظهور على نفس القنوات الفضائية التي تجاهر بالعداء للشعب السوري وحكومة الثورة ومعروفة بالاسم، وإذا لم يكن التحريض ضد حكومة الثورة ورجالها الشرفاء خيانة، إذن ما هو تعريف الخيانة برأيك يا صديقي؟ باختصار ومن الآخر يا صديقي، ستبقى الثورة والوقوف معها ومع الوطن هو الميزان الحقيقي والوحيد لفرز الأحرار الشرفاء عن غيرهم من الأغبياء والعملاء. حط هالكلام حلقة في أذنك حتى ما تنساه أبدا أبدا، وسلامتك يا وطن.